طبعا بتسألي نفسك هو غاب، طب اتصرف ازاي؟ هقول لك بقى على 10 مفاتيح هتخلي الحكاية تمشي زي الفل وبدون أي مطاردة منك وبكرامة كمان. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ، وقبل أي حاجة لازم كده نصلي على النبي. لو بتعملي أي حاجة من اللي هقولها بنسبة كبيرة جدا هيرجع وبدون زي ما قلت أي مطاردة منك. حاجة كده زي السحر. أول مفتاح هنا لازم تبقي مشغولة حقيقي، ومشغولة مش معناها إنك مهملة، يعني تركزي في شغلك دراستك حياتك عموما أو تعملي أي حاجة بتحبيها، لأن وجود الحاجات دي في حياتك هتخليكي ببساطة جذابة فعلا. تاني مفتاح، خلي التواصل معاه يكون بذكاء، يعني مش كل ما يكتب رسالة ترد عليه بسرعة، خلي الرد بتاعك مدروس خفيف، ورسالة يكون فيها تشجيع للحوار البناء مش يوصل له بإنك بتتحايل عليه. ثالث مفتاح هو إنك تعملي قيمة لنفسك، اقري كتاب، اتعلمي حاجة مفيدة، كوني مصدر تفاؤل وإلهام، والحاجات دي لوحدها زي المغناطيس بالنسبة للراجل اللي بيدور أو اللي عايز شريكة حياة. رابع مفتاح، خلي فيه غموض بسيط، لأن مفيش أي حاجة غلط في إنك ما تبقيش مكشوف، والغموض الطبيعي هيخليه يسأل ويهتم أكتر. خامس مفتاح، اهتمي بصورتك في عينيه، وده مش غرور ابدا، ده حمايه لنفسك، لانك لما تكوني مهتميه بنفسك هتدي احساس بالثقه والجذب. سادس مفتاح، خليكي دايما ليكي حياتك الاجتماعيه، اصحابك، هواياتك، وده لان لما يكون ليكي الناس اللي بتحبيهم ويحبوكي مش هتبقي محتاجه اي موقف من حد. سادس مفتاح، استخدمي الفكاهه كسلاح، لان الضحك بيقرب، بس خدي بالك الضحك مش لازم يكون على حساب كرامتك، واعرفي ان خفه دمك هتفرق جدا. تامن مفتاح، اعرفي امتى تنسحب، لان الانسحاب المدروس مش هروب، ده اختبار لاهتمام، يعني لو انسحب سيبيه يورينا انت هتفرقي معاه ولا لا. تاسع مفتاح، كوني واضحه في قيمك ومبادئك، يعني مهم انك تكوني عارفه عايزه ايه في العلاقه دي وما تخافيش من الحوار معه، ويكون في التوقيت المناسب، لان الصراحه بتراعي الخصوصيه وبتوفر عليك كمان وقتك وبتحافظي على كرامتك. عاشر مفتاح، حطي حدود محترمه، يعني لو كان مش ملتزم حطي ايه المقبول وايه اللي مش مقبول، لان الحدود دي بتحمي كرامته وبتخلي اختياراته تكون مدروسه. يبقى عرفتي بقى العشر مفاتيح البسيطه جدا بس عمليه، وبتحافظ على كرامته وبتحفظ الكرامه. فجربي كده واحده منهم لمده اسبوع وهتعرفي النتيجه. ولو عجبك الكلام ده اعملوا لايك وشاركوا المقطع مع اللي محتاج، واكتبوا لي تعليقاتكم وقولوا لي في مفاتيح تانية ولا لا. وما تنسوش تعملوا متابعة علشان تشوفوا المقاطع الجاية إن شاء الله.